يا أهلًا بالحلوين، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدًا من فيديو امبارح. بس عايزة تفاعل بقى على الفيديوهات، لإن التفاعل عندي قليل جدًا. فقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لو لسه أول مرة تشوفي قناة ومش مشتركة فيها، ما تنسيش أهم حاجة تشتركي في القناة، وكمان تفعلي زر الجرس علشان كل الفيديوهات الجديدة توصلِك على طول. والنهارده بقى جايه لكم بخروجه حلوه جدا. ده يومين، يعني خروجه يومين. بما ان بقى الصيف بدأ واخدنا الاجازات الحمد لله، فنبدأ بقى الخروجات بتاعتنا، لان الصيف من غير خروجه ما يعتبرش كده اجازه، لازم نخرج كده في الصيف. المهم اول كده ما صحيت قلت اعمل بيتزايه حلوه. طبعا البيتزا يعني المنقذ الوحيد. الواحد يقوم كده طبعا خارج او رايح مشوار، يعمل كده اكله خفيفه، فقلت اعمل بيتزا كده سهله وبسيطه وما بتاخدش مني وقت، والمكونات بتاعتها سهله جدا وبتكون عندي. فبعملها كده بنفطر بيها، وكمان بناخد منها واحنا ماشيين. حبيت المرة دي أعملها كده زي الفطيرة بالضبط، والصراحة طلعت طعمها حلو جدًا، وكمان طلع شكلها حلو. عملت كده الأطراف حطيت فيها جبنة، ولإن طبعًا الأطراف عندنا لو مش محشية بنسيبها، فقُلت إن أنا أستفاد كده بالأطراف، حطيت فيها جبنة، حشيتها جبنة، وحطيت بقى الفلفل والجبنة والطماطم، والأطراف رشيت عليها كده شوية من حبة البركة. فكان يعني تحسي إن هي فطيرة كده مش بيتزا. كان الصراحة طعمها حلو جدًا، هادخّلها بقى الفرن كده واسيبها لحد ما تستوي. خلاص أنتم اتعودتوا على الأصوات اللي في الفيديو عندي، لإن كل مرّة باقول لكم المطبخ بتاعي بيبقى على الشارع، فدايمًا الأصوات تحسّي إن الصوت قاعد معانا كده. المهم بقى عملت هنا البيتزا، وزي ما قُلت لكم هنفطر منها كده مع شوية بيبسي بقى، وكان فطار زي الفل. وقُلنا هنخرج، كنا بنروح كده الشقة عندنا في دمياط الجديدة، بنقعد فيها مثلًا يومين 3، وبنرجع نيجي البيت، ممكن نقعد فيها مثلًا أسبوع كامل، بس الصراحة بيبقى آخرنا مثلًا 3 أيام بالكتير أوي. ولمّا بنحب نروح تاني بنروح. فخرجنا بقى، وكنا وإحنا خارجين طالبين الغدا علشان نوصل الغدا يكون جاهز. الأكلة الرسمية بتاعتنا اللي هي الكنتاكي من باب الحارة، دي الأكلة بتاعتنا المفضلة يعني، فدايمًا كده بنطلبها. طبعًا إحنا كنا فطرانين بدري، فعما جينا بقى مشينا وكده كان خلاص بقى جوعنا، فطلبنا بقى الكنتاكي والبطاطس والحاجات الحلوة دي. الأكل بتاعهم بيبقى تحفة الصراحة وحلو أوي. في عندهم أكلات تانية كتير، بس الأكلة المفضلة عندنا هي دي. ده حر أوي وبارد. كنا بقى الحمد لله أكلنا وجهّزنا الأكل بتاعنا، وقُلنا نخرج بقى. الخروجة بتبتدي كده بقى من بعد العصر وطالع بقى بنحب نخرج. فأول مرّة نروح المول اللي هو بتاع موريا في دمياط الجديدة. أول مرّة أروحه، فلقيته الصراحة مول حلو جدًا، وفيه كل حاجة ومريح كده، والأجواء بتاعته حلوة أوي. فكان هناك kids area، فيعني رُحنا بقى خرجنا، وكمان صوّرت لكم كده لازم أهم حاجة نسحب كده فلوس من المحفظة. وكمان ودّينا بقى الأولاد كده قعدناهم كده في الkids area يلعبوا. وقعدنا إحنا بقى هنا في كافتيريا كده جنبها، قُلنا نشرب بقى بيبسي، نشرب أي حاجة لحد ما هُم يخلّصوا لعب. خلصنا بقى يومنا، وده كان تاني يوم قُلنا بقى نودّي الأولاد كده على البحر، فأخدنا بقى العوامات وأخدنا كل حاجتهم ورُحنا.
أخدنا كمان الحاجات بتاعة البحر، الجرادل بقى والحفارات والحاجات بتاعة الرمل أخدناهم، والعوامات زي ما قُلت لكم، وقُلنا بقى كده نودّيهم شوية، لإن طبعًا ده من بعد العصر برضه، لإن الجو بيبقى حَر جدًا، فإحنا بناخد من الساعة 17:00 كده وطالع علشان برضه الشمس ما تبقاش صعبة. ودي طبعًا سيليا بالبطة بتاعتها، كانت على ما وصلنا البطة بتاعتها انهارت، ويعني بقى ده منظرها. بس الحمد لله يعني ضبّطناها لها لمّا رُحنا، وكمان هي بتخاف من المَيّة فما نزلتش كتير. البحر كان حلو أوي، هي المَيّة ما كانتش أحسن حاجة، لإن اليومين دول مصيف بقى، فبيبقى ناس كتير، فالمَيّة بتبقى يعني جايبة آخرها. المهم فالحمد لله يعني أصلًا ريحة البحر لوحدها كفاية، وطبعًا قعدوا شوية بقى في المَيّة والجو كمان فيه برد لسه، وقعدوا شوية بقى على الرمل، والعوامات بتاعتهم كمان كده كانوا سايبينها معانا، والحمد لله بقى رُحنا يعني بعد البحر وكده وغيّرهم، وبعد كده طلعنا بقى على راس البر. إحنا يعتبر كنا طالعين على الساعة 01:30 كده بالليل أو 02:00، بس أصلًا راس البر بتبقى بالليل حلوة، يعني المشي فيها بالليل بيبقى حلو أوي، وهنا باوريكم إن إحنا أصلًا خارجين من راس البر كانت الساعة 17:15، خرجنا وفسّحنا الأولاد وركبوا الألعاب بتاعتهم، وكنا هنا بقى في طريقنا كده مروّحين. قلت لسه الناس بخير وبقيت مهم عندي، عارف قد ايه خلتني احب الحب لا وكمان بغير. وهنا كنا ماشيين بقى في الطريق، الصراحة أنا باحب الأجواء دي أوي، باحب أمشي في الطريق كده حتى لو مش هانزل من العربية، باحب أمشي بالليل الجو يكون هادي، مشغّلين أغاني، الجو بيبقى حلو أوي. فهنا كنا خلاص بقى وصلنا لآخر الفيديو بتاعنا، أهم حاجة يا حلوين ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وهنا أقول لكم مع السلامة.